السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار رجالة عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. قبل أي حاجة يا صاحبي صلي على النبي عشان أنت تاخد ثواب وأنا آخد ثواب عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. النهاردة طبعا أهلي والزمالك عندهم مواجهتين محليين في منتهى الأهمية. الزمالك طبعا هيواجه فاركو في البروفا قبل الأخيرة قبل ذهابه للبطولة العربية، اللي أتمنى الأحداث الأخيرة اللي بتحصل ما تأثرش على نادي الزمالك وعلى مشواره في البطولة العربية، ويقدر يوصل فيها لأبعد مدى. نادي فاركو نادي مش سهل. نادي فاركو عندهم كام لاعب مميزين جدا، منهم مثلا محمود حماده ده اللي انا عايز الاهلي يجيبه في خط الوسط، لكن احنا مالينا خط الوسط. بص قاعدين نحشي في خط الوسط ولغايه دلوقتي ما حلناش مشاكل القايمه بتاعه الباك الشمال والمهاجم. بالتوفيق نادي الزمالك. والنادي الاهلي طبعا على الجانب الاخر كولر مش عايز مفاجآت، فاهم انت ازاي؟ مقاولين العرب هيواجه النادي الاهلي. مقاولين العرب فريق مش سهل، فمقاولين العرب فريق متمرس، والنادي الاهلي عايز ياخد الدوري وكولر تحديدا بلا هزيمه. النادي الاهلي لغايه دلوقتي مع كولر لاعب 54 مباراه مسجل 102 هدف، فسجل كبير، فالراجل مش عايز مفاجآت. بس اللي انا شايفه من التشكيله اللي هو المتوقعه بتاعته في تدوير غير طبيعي. يعني معظم اللاعبين اللي عاملين مساهمات كبيره معاه في المباريات الاخيره معظمهم مش مشارك، فاهم انت الفكره ازاي؟ اتمنى طبعا التوفيق لقطبي الكره المصريه لاسعاد الجماهير اللي هم بيمثلوا اكتر من 99% من جماهير مصر. يعني طبعا الاهلي بيبعت كمان بيان كده منتهى الشياكه لاتحاد الكره، بيطالبهم بالاهتمام بالتحكيم والفار والجوده بتاعتهم، لان جودتهم قليله جدا بالنسبه للنادي الاهلي. وصراحه الاهلي مع مستوى التحكيم، يعني انا مش هقول لك فيه تحيز ولا مستوى وحش على كله، على اهلي وغير اهلي، فاهم الفكره ازاي؟ طبعا الزمالك الراجل مرتضى، الراجل اللي طلع قال عليه ساحر ده، الراجل عمل فيديو اهل القريه بتاعته كلهم ان الراجل امام مسجد، الراجل امام مسجد في بلده. يا راجل عيب اللي انت بتعمله. انت اقسم بالله سبب تالي الزمالك ده بيقع بسبب ان دعوات الناس دي وحسبنه الناس دي على النادي بسبب الراجل ده وتصرفاته الشخصيه. ايه اللي انت بتقوله؟ بصور الراجل على موبايلك بناء على ايه؟ انت الراجل عامل فيديو القريه بتاعته بيقول لك ده امام المسجد، خليته ساحر يعني من على النقيض. حل يا راجل مشاكل الفرقه، يا راجل حل مشاكل اداريه، حل مشاكل ماليه، اعمل موارد ماليه للنادي، حافظ على النجوم. ما ايه اللي انت بتودي الناس في سكك؟ يعني جماهير النادي يعملوا ايه دلوقتي؟ يعني يروحوا يعملوا سحر جماهير النادي ولا يروحوا يعني يعملوا صلاه، يعملوا قيام ليل في النادي، يعملوا تهجد بقى مع بعض كلهم يدعوا كده، فاهم؟ ان ركز في اساسيات كره القدم عشان الدنيا تمشي معاك. طبعا على الجانب الاخر الاسماعيلي بيوسع على الاتحاد السكندري في اخر مباراه ليه. الاسماعيلي بيفوز 4-1 4-1. ولا يو انور ده اسمه يو انور، ايوه. او يعني اول لاعب اجنبي يجيب سوبر هاتريك في الدوري المصري، رقم غير طبيعي. كل ده في الاخر كان يعني انت طول البطوله يا ابني ما جبتلناش الاربع تجوان دول، جاي تجاوب لي في ماتش الاتحاد. عامه الحمد لله، هم اعتقد ان موضوع ثقه، كانوا فاقدين ثقه لعيبه الاسماعيلي. تاسع لاعب في تاريخ الدوري المصري يو انور يجيب سوبر هاتريك، بس معظمهم التانيين يعني كلهم التانيين مصريين، هو اول اجنبي فيهم. فرقم طبعا هو ابن المحظوظه، رقم فاهم انت؟ يلا على البركه، فاهم؟ على الجانب الاخر يعني احب ارجع للنادي الاهلي. يعني كولر يعني بيعمل تدوير كبير قوي في الفرقه، فده انا خايف منه في ماتش المقاولين، فاهم انت؟ الموضوع مش ممكن يعمل معانا مفاجاه، بس مش عارف صراحه. اتمنى ده ما يحصلش، لان اللاعبين اكثر مساهمه مع كولر معظمهم مش هيلعب. معلول عنده 26 مساهمه جايب 10 اهداف و16 اسيست، ممكن ما يلعبش. الشحات 23 مساهمه 10 اهداف و13 اسيست، مش هيلعب. كهربا 19 مساهمه جايب 14 هدف و5 اسيست، مش هيلعب. بيرسي تاو عنده 16 مساهمه جايب 9 اهداف و7 اسيست، مش هيلعب. الموضوع فاهم صعب جدا. اتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في المباراه ديت، ويحافظ على سلسله اللا هزيمه في الدوري دوت، ويواصل دغدغه الارقام القياسيه. في النهايه يا صاحبي لو كملت الفيديو للاخر ما تنساش تشترك في القناه وتدعمنا عشان تشوف كل جديد. اللي ورايا دي خزنه يا جدعان.